نتيجه زي الفل، وحياه ربنا نتيجه زي الفل. يا ابني يا حبيبي ده ريال مدريد، ما تبطلوا تمشوا ورا الكلام الاهبل اللي الناس بتكتبه على الانترنت ده وتقول لك والله في امل والاهلي ممكن يعمل ايه. ممكن يعمل ايه يا ابني؟ ممكن يعمل ايه؟ يمكن يعمل ايه ضد مين؟ ضد ريال مدريد. وعلى فكره وحتى لو حصل كونك انت قبلها قلت ده ممكن يحصل، ده معناته انك انت يعني لا انت بتحلم احلام بعد دي بقى مش متغطي، دي يعني يعني مش متغطي وانت نايم ومش مستحمي كمان، يعني ده انت بتعري على نجاسه. مستحيل يا ابني، مستحيل. يعني انا مبسوط ان الفرقه دي، كفايه ان هم كانوا مبسوطين لما بيجيبوا فيك جول، يعني عارفين ان الفرقه الماتش فيه شويه نديه حلوين. طبعا انت فريق ثمنك، فرقه الاهلي دي ثمنها ما يكملش 15 مليون دولار. فرقه ريال مدريد دي على الاقل 300 400 مليون دولار، ان لم يكن 500 كمان. اخر حلاوه والله ان فرقه زي دي يعني يركبوا طياره ويجوا لك. والله ده احترام وحاجه اخر حلاوه والله العظيم. والناس تتكلموا عليه كلام زي الفل. في ناس تانية يعني لا ركبت طياره ولا تركب لها طياره. يعني اخر مره حتى اما راحوا اسوان راحوا بالقطر واكلوا الجماهير يا عيني العيال على كيس مولتو طول السكه 1000 كيلو. فاحنا احسن من غيرنا كتير. بس احنا اللي خسرنا ايه بقى؟ لا مش فرق الفرق ولا فرق مستوانا ما بيننا وما بين ريال مدريد، وان مودريتش احسن لعيب في العالم قبل كده وفينيسيوس احسن وينج احنا اللي خسرنا ان احنا كان كل تركيزنا ومواردنا ومهاراتنا رايحه لاتحاد الكره انه ما يقيدش احمد بالحاج للزمالك. لو كنا سيبنا موضوع بالحاج ده، سيبنا كل تركيزنا في الحته دي كده وركزنا في الماتش ده، كنا غلبنا ريال مدريد 7-8 النهارده عادي، لان ده الطبيعي. لكن احنا سيبنا كل حاجه وركزنا في كل ده عشان كده ربنا ما كرمناش النهارده. وده احنا عايزين نعمل كارثه في البلد وننزل جماهير الزمالك كلها تحتاج وتولع في البلد عشان الثلاث لعيبه اللي ما تأيدوش دول. انا والله انا قبل الماتش الواحد شاف شويه تصريحات كده للسيد المستشار وجماهير. في حد برضه مهم جدا. في واحد في قناه الزمالك قال حلف ان هو قال والله العظيم 3 الدوري المصري اقوى من بطوله العالم للانديه. بعد ما شفنا النهارده مودريتش وفينيسيوس جونيور وتوني كروس وكل الكلام ده، ان الدوري المصري المشكله ان هو حلف بربنا، يعني حلف حتى حلفان يقع، يعني ما حلفش بشيء مش موجود. ما قالش مثلا وحياه مخي وحياه ذكائي وحياه شرف القناه وحياتي انا وكل اللي في القناه، لا. يعني عارف لو كان حاجه زي كده كنت اقول خلاص كان لم يحلف بشيء، لكن هو لا، هو حلف بربنا. فده هنا برضو نقف ونبقى عايزين نعمل حاجات كتير برضو ما نفهمهاش، يعني ما تفهمش التقييم ده جه منين. يعني واحد بيسف وبيتريق وبيعمل، بس برضو في جزء في الاخر بيقول لازم يكون في برضو 1% مخ، يعني تحط سن الدعابه على شيء كده تبقى توليفه، لكن ما يبقاش الموضوع كله، ما تبقاش الموال من اوله كده لا فسا وحلفان ايه يا ابني؟ ارحموا نفسكم شويه. وبعدين انت حلاوتها ايه بقى؟ حلاوتها انك انت ايه؟ خارج من الماتش ده لو كنت غلبت طبعا كانت تبقى معجزه، كنت مستني فريق عايز ينتقم منك عشان انت غلبته قبل كده اللي هو الهلال، انت رقعه 4. ولو خسرت زي ما خسرت النهارده فلامينجو قاعد مستنيك اللي انت غلبته قبل كده برضه وخدت منه مركز ثالث. فانت متخيل ان في ناس عايزه تنتقم منك في كاس العالم للانديه. ده اللي تفكر فيه. انتقموا منك بقى فشخوك، ما تفرقش. في ناس تانية عايزه تسقر من فاركو، فده اللي انت تعرفه. انت فلامينجو عايز يسقر منك وانت عايز تسقر من في ناس عايزه تسقر من فاركو. ده هو ده كده، ده الواقع والله.